السلام عليكم ورحمة الله، وبرحب بكل اللي بيشوفني ويتابعني على قناة حياة أسماء. عايزة أقول لكم حكاية الذكر ده، حكاية يعني بجد حكاية غريبة جدا. الذكر ده يا جماعة ده ذكر بكيني، ده ذكر بكيني. هو زي البلدي، زيه زي الفرنساوي، زي أنواع كتيرة قوي من أنواع البط ده. يعني البط ده طبعا الذكر ده زي ما شفتوا كده راسه كبيرة ورقبته تخينة ازاي. يعني الذكر ده بقى من شوية عندي وده بيتكسر. ده طبعا علشان اخليه يحتفظ بالوزن بتاعه ما يخفش. يعني ايه، خلاص يعني البطه عارف ان انا عايزاه يكسر البط، فبعليه فوق لوحده، بعرفه لوحده من غير ما يكون نتيان معاه، بحيث ان هو يرجع تاني يرد الوزن بتاعه. عايزه اقول لكم هو على وضعه دلوقتي اهو 3 كيلو ونص على وضعه، ان هو يعني خلاص انا حجزته بعيد عن النتيان عشان ما يكسرش. وكمان الدكر ده صراحة جالي فيه كذا بقى، بس انا بصراحة والله العظيم الدكر ده غالي عليا جدا، فانا مرضتش. يعني انا بحب الدكر ده قوي، خصوصا لما اروح الف البط الاقيه يجري ورايا، يعني بيجري ورايا كده، يعني ما بيصدق يشوفني معايا اي حاجة برميها له برضه بيجري ورايا، بيطلع من الباب وينزل ورايا السلم. فالدكر ده غالي عليا جدا جدا. فعايزة اقول لكم البط فعلا يعني بجد حيوان اليف زي غيره من الطيور. ويعني ما نقولش ان هو احنا هنقلل من شأن البط الفرنساوي او البط البكيني، لا، الانواع دي حلوه جدا جدا. وعايزه اقول لكم البط ده ما فيش فيه اهو، البط لما بيستوي وينشف ما فيش فيه الجلد بتاعه ماهوش تخين، الجلد بتاعه لا اهو ما شاء الله لازق على جسمه، خلاص الجلد والدهون دي كلها راحت منه، فهديه اهو. وتقيل جدا، عايزه اقول لكم ان هو تقيل. فهو لا تأليفيه كويس. وهو زي ما قلت البط ما بيقولش لاي اكل، لا، اهم حاجه انك تأليفيه، حطي اي اكل قدامه هيحتفظ بالوزن بتاعه. رقبته لما بتكون كبيره كده تخينه وراسه كبيره تعرفي ان الذكر ده خلاص استوى طلب الاكل. وممكن كمان بيعيش على المدى الطويل، يعني مش لازم ان هو يوصل للسن ده او الوقت ده انك خلاص تخلصي منه، لا، ممكن يكسر. هتعملي منه صلات مختلفه كتير، هتحطي له كذا انتايه او كل انتايه نوع هتنوعي له فيه نوتيان. طبعا هينتج سلات حلوه جدا جدا جدا. فلا انا مش يعني عايزه اقول لكم التسويق بتاعه سهل خالص، وجالي فيه كذا مره ان انا ابيعه، فرص كتير ان انا ابيعه، بس انا مش عايزه يعني ابيع، بالعكس انا ببيع الموسكوفي والسوداني وده بالذات ما لا مش عايز، ما بش يعني مش حابه ان انا ان انا ابيعه، لا حابه ان انا احتفظ بيه. فاهم حاجه انا عملت الفيديو ده على اساس ان اقول لكم البط ده اكلوه كويس، يعني حب يتغلى على اي اكل عندك هتتفرجوا على الوزن بتاعه، مفيش دهون مفيش اي حاجه، حبه رده على حبه خضره على حبه عيش، برضو جميل جدا جدا. ما شاء الله الاوزان بيجيب اوزان رهيبه، اللحم بتاعه بيبقى احمر حلو جدا جدا. ويعني لو بتشتكي من البط الفرنساوي او من اي نوعيه من نوع البط ده، لا، الاكل اللي بقولك عليه ما شاء الله ما شاء الله كفيل ان هو هيجيب لك وزن كويس في اقل وقت. ده كان الفيديو بتاع النهارده، بتمنى ان اكون قلت فيه حاجه مفيده. متنسونيش في الاشتراكات، اعملوا لايكات كتير للفيديو علشان التشجيع وعشان الكل يستفاد منه. كانت معاكم اسماء من حياة أسماء، اشوفكم بألف خير.